فيها شبه كبير من برفيوم غالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني وفيديو جديد. النهارده هكلمكم عن عطر يارا موا. انا كلمتكم عنه قبل كده في فيديو تفصيلي، بس وقتها قلت لكم اني مش عارفه هي شبه ايه. النهارده انا عرفت. الاول عايزه اقول لكم يارا بتتكون من ايه. انا عارفه ان في ناس ممكن ما تكونش شافت الفيديو الاولاني بتاع يارا موا. يارا موا بتتكون من كمثرى وفلفل وردي وتوت اسود او كشمش اسود ووردة التوليب وياسمين وفانيليا، اللوز وكشمير وباتشولي. طيب تعالوا نروح لعلبة السامبلز بتاعتنا ونشوف هي شبه ايه. ايوه، هي شبه اولمبيا، بس مش اي اولمبيا، هي شبه اولمبيا بلوسوم. وده اصدار مش كل الناس تعرف ريحته. انا عن نفسي لسه مجرباه ما بقاليش كتير وما كنتش اعرف ريحته. انا جبت سامبل دي على سبيل الفضول، يعني انا تقريبا جربت معظم اصدارات اولمبيا وكلها، وكان ده من الانواع اللي عايزه اعرفها. الرسمه اللي عليه كان شكلها شددني جدا وما كنتش متخيله ان هجيبه بوتل كامله، لان هو مكتوب ان هو فلورال، فانا مش عايزه حاجه زهريه، انتوا عارفين ما بحبش الزهور قوي. بس يعني اثار فضولي فقلت انا لازم اجربه، واذ به من اول رشه قلت ده يارا موا على طول. كان المفروض ان انا اتضايق بصراحه، عشان انا زي ما انا قلت لكم ان انا ما حبيتش يارا موا قوي، لان انا ذوقي مش زهري. هي احلى والناس اللي ذوقها زهري هتحبها اكتر. بس زي ما انتوا عارفين انا فرحت عشان خاطركم مش اكتر. بس فرحت ان انا لقيت لكم هي شبيهه لايه، لان محدش خالص 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 لا بره ولا جوه لو انا دارسه بره وجوه اهو، محدش لا اجانب ولا مصريين ولا اي جنسيه حد قال ان هي شبه اولمبيا بلوسوم خالص، ولا حد قال هي شبه ايه اصلا. حتى لما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان هو بيشاع عنها ان هي شبه حاجه من لانكوم، مش فاكره كانت ايه، بس ساعتها قلت لكم انا مش متاكده من كده عشان انا ما شمتش بتاعه لانكوم ديت. طب تعالوا نشوف هي بتتكون من ايه ونقارن. بصوا هي بتتكون من فلفل وردي، واخدين بالكم انتوا، ورد دمشقي وكشمش اسود برضو تاني، وشربات كمثرى وباتشولي وكشميران اللي هو العنبر وملح وفانيليا. يعني هتحسي ان المكونات قريبه بشكل كبير جدا. طيب كده العطر يا هبه هيبقى سويتي. انت بتقولي في شربات، فاكرين الشربات ده كان فين؟ ده كان في ايف دويت كونتراست الزرقاء اللي انا قلت لكم عليها في الريفيو من رمضان اللي فات، انها بتشبه مونباري، وان الناحيه التانية منها بتشبه شانيل تشانس. ولسه لغايه دلوقتي بتسالوني على بديل لشانيل تشانس، فروحوا شوفوا الفيديو دوت وشوفوا المراجعه كامله والمقارنه ما بينهم. المهم تعالوا نرجع لاولمبيا. طيب اولمبيا دي ريحتها ايه يا هبه؟ بصوا اولمبيا اول ما بترشيها ريحتها بتشمي فيها ريحه الورد، وحته بسيطه كده مسكره على سبايسي، على كمثرى بس بسيطه خفيفه يعني، وبتشم ريحه الباتشولي بقى واضحه من اول ما بترشيها. هنا بقى في البرفيوم ده الملح والشربات عاملين تمازج مخلي العطر موزون، لا هو مسكر ولا هو مملح زي مثلا اولمبيا الاوريجينال. لا هو مش سالتي هنا خالص، هو ريحته زي ما تقولوا كده معدوله، اللي هي مظبوط. عارفه مثلا لما تكوني عامله كيكه وتحطي فيها رشه ملح، فاللي هو تظبطي الطعم ما تبقاش موعه قوي، هو كده بالظبط. بعد 10 دقايق كده بتحسي ان الريحه بتهدى وبتبتدي تقلب معاكي على ريحه صابونيه ناعمه بودريه جافه، كانها بودره زهور صابونيه ممزوجه بالتراب او بالباتشولي. بتحسي كانك كده بتشمي زهور في غابه بعد انتهاء المطر مثلا، يعني كانك ماشيه في حقل كده مليان زهور، ريحه مخلوطه بريحه التراب الزراعيه المندي ده، لما مثلا الميه تكون لسه ممطره هنا. وده طبعا جاي من الباتشولي اللي بيديكي ريحه ترابيه ارثي. ف نفس الكلام ده انا قلته لكم على يارا. فاكرين يارا ما قلت لكم في نهايه الفيديو كأن الدنيا بتمطر وكأنك في غابه فيها شجر كتير من الكمثرى، والباتشولي هنا واضح وترابي وريحته كأنك بتحسيها زي التراب او كمكمة الهدوم. بس عارفه لما تبقي بقالك فتره راكنه الهدوم في الدولاب فمقفول عليها وتيجي تخرجيها فتحسي ريحتها مليانه رطوبه كده، ريحتها فيها رطوبه، هي دي الريحه الارثي اللي موجوده في الباتشولي. طيب وصفي للبرفيوم بالشكل ده لما بقول لكم شبه هدوم الدولاب او الكلام ده مش معناه ان انا بعيب في البرفيوم. انا عايزه اوصل لك اقرب صوره، اقرب حاجه توصل لك الريحه اللي انتي مش عارفاها. محدش عارف ريحه الباتشولي دي هنا ايه.
انا بحاول اوصلها لك باقصى صورة او بابسط صورة ممكنة، لكن مش معناه ان هو وحش. هو يعني اصحاب الذوق الزهري بالذات هيحبوا البرفيوم ده جدا. وفي واحده منكم كتبت لي فعلا ان هي عجبها قوي، وان انا بس هي شافت ان هو فيه ريحه لوز، بس انا بصراحه ما شفتش كده. هي اتفقت معايا في كل الوصف الا حته اللوز، انا مش قادره احس اللوز فيه. ممكن انتي مثلا بتحسي ان العطر فيه حته دسمه او دافيه شويه، هو مليان دسامه، هو تحسيه دسم كده وحاجه كده ملفوفه. فممكن انتي الحته دي اللي تحسيها فيها لوز، ويمكن ده الاختلاف اللي موجود ما بينه وما بين اولمبيا، لان اولمبيا ما تحسيهوش بالدسامه بتاعت يارا. يارا تحسيها كأن فيها لبن، فيها حاجه دسمه كده. فانا بصراحه مش ملاحظه اللوز ده خالص. انا عارفه ان هي دسمه بس مش قادره يعني احس ان هو لوز من اللي انا بحبه او اللوز اللي انا عارفه ريحته. المهم المقارنه بينه وبين اولمبيا بلوسوم هتكون لصالح مين بقى هنا؟ انا شايفه انها هتكون لصالح اولمبيا من ناحيه الريحه. ليه بقى؟ لان الدراي داون بتاع اولمبيا احلى. الدراي داون فيه تنوع كده، بتحسي ان هو بيهدى، ريحه الباتشولي دي بتهدى فيه وبتنعم. يارا خطيه وريحه المكونات كلها قاعده مع بعض كده، تحسيها ايه، هي قاعدين ايه مع احنا بنونس بعضينا، فقاعدين في نفس يعني الرشه، تحسي نفس المكونات كلها خارجه مع بعض. وحتى لما بتهدى بتحسي ان المكونات كلها موجوده بس ريحتها بتنعم، مش بتنعم لا، يعني بتشمي كله بس تحسي الريحه بس بتهدى صوتها شويه، اللي هي ما بتبقاش قويه زي اول ما رشتيها. لكن اولمبيا لما بتهدى بتقلب على بودره جافه، كأن مثلا في ريحه صابون بالزهور هنا. تحس ريحه الباتشولي بتنعم قوي، بتبقى مقبوله، ريحتها بتروح على اتجاه يعني تحسوه كده رطب اكتر، يعني في تحسيه في حاجه زي الهوا شويه، او في حاجه زي النظافه شويه. بس هل ده يخليني افكر اشتري اولمبيا بلوسوم؟ الحقيقه لا. ليه؟ لان انا اصلا يعني الكاتيجوري دي من الزهور او الباتشولي ده مش مستهويني الفتره دي. و ريحه اولمبيا بلوسوم ليها بديل. فانا لو هقارن هختار يارا البيضه لكذا سبب برضو. اولهم ان هي ثابته، فواحه، سعرها كويس جدا، بديلة متطابقة بشكل كبير، يعني قريبة منها ب95%، فحرام يعني. طب هل ده معناه ان اولمبيا مش ثابتة او مش فواحة؟ لا، اولمبيا ثابتة، هي اصلا تركيز اودو برفيوم، بس مش زي يارا. يعني يارا فيها حتة صناعية زي ما انتوا عارفين، فبتديكي اداء قوي. هما كل مكوناتها كمان ظاهرة مع بعض في البرفيوم، فتحس ان هي يعني بتفوح كده. لكن اولمبيا بتتدرج ومش قوية قوي بصراحة. ممكن مثلا تديكي اداء 5 ساعات طبعا على الهدوم يعني. ده راجع للحتة الصناعية اللي دايما موجودة في العطور العربية والاماراتية. هي دي الحتة اللي بتقويهم، وهي دي الحتة اللي انتوا بتروحوا تشتروا البرفيوم عشانها، رغم انها ممكن تكون مزعجة لبعض الناس وانا منهم، اللي هم بيحسوا ان هي ريحة قوية مزعجة للانف. بتبقى حاجة معلية من اداء البرفيوم، فاهمين؟ لكن كريحة عامة انا حبيت اولمبيا اكتر طبعا، وفضلتها اكتر، وهي قابلة للارتداء معايا انا اكتر من يارا. ولكن تطابقهم يعني بجد يستاهل ان انت تجيبي يارا، لانها فعلا قريبة جدا. كمان شممتها لكذا حد، وكل واحد شمها قال لي نفس الكلام، قال لي الاتنين زي بعض. انا رشيت دي على ايد ودي على ايد، كل ما شمم حد يقول لي الاتنين هما انت مش جايبه حاجه جديده. فالفروق ما بينهم دقيقة جدا. لكن انا عشان بركز وعشان عايزة اقارن وعشان انا عارفة ان هم غير بعض بحاول اطلع فروق. لكن انتي كمستخدم عادي عايزة تجيبي بديل، فطبعا يارا موا بديل ممتاز لاولمبيا بلوسوم، اللي اصلا ممكن ما تلاقيهاش بسهولة، وكمان سعرها غالي. وبس كده يا بنات، هو ده كان الفيديو. يا رب يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم تاني في فيديو جديد، فيديو ريحته احلى. مع السلامة.